كده صح؟ بص بقى اهو بيقول لك في حاله الحبيب انزع تلت الامان في موضع الحبيب، اضغط على زراع التشغيل اللي هو ده. تلت الامان اللي هو يا عم حسني. فين تلت الامان يا عم حسني؟ اللي هو طفايه الامان. تيلة الامان اهي. تمام. زراع التشغيل ويمكن التحكم بخروج المسحوق على دفعات اثناء الحبيب، الكلام اللي انا قلته لك يا بدر. كافح النيران من اسفل الى اعلى. يعني اسفل الارض. لا مش كده، الأرض. انا مش هسيبك من كده. اسفل قاعده الله، انا المضرب تحت انا طفيت اللي فوق، صح. ما بقاش طالع لي فوق حاجه. انا بحسب اول ما هتطفي من تحت. لا انا هعمل كده، انا هضربت البودره معايا اونطه وبهدلت نفسي. ما يرجعش كده يا عم. ماشي. يقول لك بيانات ارشاديه وتحذيريه، مده صلاحيه الجهاز. طبعا الكلام ده انتم مالكوش دعوه بيه، تاريخ الصلاحيه والحاجات دي. جهاز صالح لاطفاء الحرائق في وجود جهد كهربي حتى 1000 فولت، يعني اعلى من كده مش هينفع اخش بطفايه زي دي اللي هي المحولات الكبيره والحاجات دي. طبعا انا مش عايز اكلمكم الكلام ده عشان هتروحوا مني في حته ثانيه. خليكم عارفين ان دي كهرباء، ان دي كهرباء ودي كل حاجه. طب يا باشمهندس بعد اذن حضرتك، طب دلوقتي لو مثلا في حاله حدوث حريق بالنسبه لانبوبات الغاز بتاعه الطبخ والطهي، لو حصل انفجار لانبوبه الغاز، الانبوبه بتاعه الغاز ولعت، ازاي يستعملوا ديت مش هنستعمل دي ولا هنستعمل دي. تمام. انا عارف، بس انا عايز اسمع من الباشمهندس خاطر انتوا تفهموا. والله انا عارفها وحصلت معايا انا شخصيا. بطانيه حبيب اه لو مش موجوده هجيب بطانيه عاديه، لو مش تمام. موجوده هيبقى اي حاجه تقيله، شال صوف جامد، حاجه ركزوا تقيله فيه. او سجاده كليم، اي حاجه تقيله وابلها ميه وابتدي الفها على جسم الانبوبه وادحرج الانبوبه بيها. تمام يا ريس، ركزوا في دي دي مهمه جدا. تمام يا باشمهندس، الله ينور عليك. محتاج برضو تعرف حاجه ثانيه هقول لك عليها. تمام. اي حاجه انت تاني محتاجها. على انبوبه تاني على انبوبه. الانبوبه بجيب اي حاجه، لو ما عنديش بطانيه حبيب اللي مخصصه للحبيب، تمام. في بطاطين بتتباع بتيجي صغيره كده باكياس، تيجي من شارع الجمهوريه او بتيجي من بافاريا، تبفدها واقوم لافف بيها الانبوبه من غير لا ميه ولا من غير اي حاجه، دي بتمنع لي اي مشكله. تمام. لو انا ما عنديش دي بجيب البطانيه اللي انا بتغطى بيها وابلها حبه ميه والف بيها الانبوبه وادحرج الانبوبه على الارض. ولو واحد مولع نفس الفكره. تمام يا ريس. لو بني ادم شخص مولع نفس الفكره. تمام. اقوم حاطه برضه في بطانيه او حاطه في اي حاجه واقوم دحرجه على الارض. تمام يا ريس، الله ينور عليك. تمام. ركزوا عشان دي مهمه جدا يا جماعه. مش هسيبه يجري في المول يولع او يجري في المكان يولع بيه. تمام. لا هوقعه على الارض. ربنا يعافينا ويشفينا يا رب اللهم امين. تمام. انا مش عايز اكلمكم عن انواع الحروق او الكلام ده لان الموضوع كبير قوي. تمام. فانا مش يعني تمام. خدوا اللي انتوا عايزينه مني على قد ما تقدروا. تمام يا ريس. عايز تعرف ايه تاني يا طارق؟ طب دلوقتي يا ريس مثلا لو في حاله سلك عامل شظى وبدا لسه يعني ايه هيبدا يولع، افصل عنه التيار الكهربائي يفصل. تمام. طب ما فرضنا تطفيش عليه حاجه. تمام. هقول لك ليه. مجرد ما هو ايه اللي هيولع؟ الكابل الخارجي بلاستيك. بالظبط. مجرد ما فصلت التيار ما بقاش في مصدر تيار على الكابل ده، فالبلاستيك تمام. حتى لما يصفى مش هيكمل. ولو عملت له عمليه خنق بشويه رمل، تمام. بشويه رمل تمام. عشان برضه ما تهدرش المواد دي معاك في اي حاجه. تمام. لو عملت له خنق بشويه رمل هو اتطفى معاك. تمام يا ريس كده. تمام. وصلت كده. تمام. ركزوا يا جماعه في الحاجات دي مهمه جدا. الحاجات الكبيره، خلينا في تمام. الحاجات الكبيره تمام. عشان ما نبوظش حاجتنا على الفاضي، لان احنا عندنا الخامات مش كتير. تمام. والحاجات غاليه. حد عنده اي استفسار في اي حاجه ثانيه؟ ها. السلامه هي كل ما يخص المنشاه تامينها من ارواح وممتلكات اشخاص. هي صحه العامل اللي هيشتغل. يعني ايه المخاطر اللي هتواجهك؟ تبتدي تامن نفسك بالطاقه. الامن الصناعي جزء من السلامه والصحه المهنيه اللي هو الاطفاء. حضراتكم طبعا ما تعرفوش انواع الطفايات دي. الطفايه ديت CO2 ده غاز سام، ما ينفعش اطفي بيه في مناطق مغلقه. الطفايه دي طفايه بودره كيماويه جافه سامه برضه، ما ينفعش اطفي بيها اكل ولا شرب ولا الكلام ده. اول حاجه هنشرح الطفايه. الطفايه بتتكون من مجموعه الراس ويد التشغيل ويد الامساك وعداد البيان وتلت الامان وجسم الطفايه. جوه الطفايه في ماسوره بتنزل مقعره، دي عشان الضغط الانفجاري بتاع الطفايه يطلع البودره كلها اللي موجوده، ال6 كيلو اللي موجودين. الطفايه نفسها بستخدمها او بعرفها
ان هي شغاله من العداد ده، عداد البيان. العداد قدامي طول ما هو على الاخضر الطفايه صالحه للاستخدام، طول ما العداد موجود الناحيه دي او الناحيه دي الطفايه مش صالحه للاستخدام. الطفايه بعد ما بستخدمها بنيمها على جنبها عشان ما حدش غيري يستخدمها. اللهم صل على النبي. طبعا الطفايات دي احنا ما بنستخدمهاش في اي حاجه، يعني ما تجيش على شويه خشب واقوم جاي مطفي بيها طفايه زي دي، ما تجيش على شويه زباله واقوم مطفي بيها طفايه زي دي. ديت بستخدمها للكهرباء بس. الطفايه دي بتستخدم اكتر من مره، وطريقه استخدامها هعلمها لكم برضه واعلمكم تمسكوها ازاي. ديت لجميع الاغراض، الطفايه الصغيره دي اي حاجه مولعه ممكن اطفي بيها الطفايه دي. طب ايه الفرق بين طفايه الكهرباء وطفايه الحريق يا باشمهندس؟ لا انا بقول لحضرتك دي بودره كيماويه جافه وده غاز CO2. تمام. ده للكهرباء بس، ده ما ينفعش اطفي بيه مثلا المواد البتروليه، ما ينفعش اطفي بيه موتور عربيه. تمام. لو طفيت بيه موتور عربيه الفرخه كلها بتاعت الموتور تنفجر في وشي. تمام. لان ده درجه حرارته 19 درجه تحت الصفر. تمام. ولازم عشان استخدمه ليه استخدام معين، يعني انا ما ينفعش امسك الطفايه واستخدمها على طول، لازم اضرب الطفايه في الارض كده. تمام. عشان الغاز بيبقى خامل جوه. تمام. بضرب الطفايه واسحب التيله وابتدي امسك طفايتي واوجه اسفل قاعده اللهب بالوضع اللي انا واقف فيه ده كده، تمام. اسفل قاعده اللهب، وابتدي اضرب. ما تقلقش. تمام. والطفايه دي بتستخدم اكتر من مره، بس ملياها صعب وغالي. تمام. الطفايه دي ملياها تمام. صعب وغالي، مش تمام. رخيص. تمام. الطفايه دي اسهل بكتير. تمام. يبقى احنا عرفنا كده الطفايه بتتكون من ايه وهشتغل بيها ازاي. تمام. يد الامساك، يد التشغيل، والقاذف. تمام. ده اللي يهم فرد الامن بتاعي اللي موجود، يد الامساك ويد التشغيل والقاذف. بسحب تلت الامان هيبقى في ايدي وابتدي اوجه. طبعا انا مش هضرب عشان دي بودره ودي استخدام مره واحده، وابتدي اوجه لاسفل قاعده اللهب مع اتجاه الريح. تمام. طبعا الليبل اللي بيبقى موجود على كل الطفايات محدش بيفكر يقراه، هي كل الارشادات بتاعت الطفايه وهعرف اشتغل بيها ازاي. تمام. حد عنده اي استفسار من اي حاجه؟ حد عايز يسالني في اي حاجه تخص الموضوع ده؟ ناخد ايه؟ ممكن اختار حد عشوائي يعيد التعليمات بتاعتك او يقول ايه اللي حصل مثلا او يقف ازاي او الطريقه استخدامنا ازاي، عشان بس المعلومه تثبت في عقول الناس يعني. عايز تعرف ايه؟ عايزين نضرب بس العلاج. ماشي. لا اتفضل يا بدر. ديت الصغيره ديت انت قلت عليها لما تضربها مره واحده الغاز بتاع كل البودره تطلع مره واحده على حسب الكميه اللي انت عايزها. وانت بتتحكم بعد ما بتشيل ايدك من على اليد ممكن تشتغل باليد كذا مره. تمام. بس بعد نص ساعه خلاص الهواء اللي فيها خلص ما بتشتغلش تاني، لان هي بتبقى مضغوطه هواء مع البودره. 6 كيلو بيبقوا تحت، والماسوره زي ما انا قلت لك بتبقى واقفه عليها، وكل الفراغ اللي جوه الطفايه ده هواء. الطفايه دي بتنفجر على 360 بار، بتضغط هواء زيها زي اسطوانه البوتاجاز، زي يعني نفس الفكره كلها بتاعت تشتغل بشيك بلف من هنا. طبعا ده ممنوع ان حد يلعب فيه، لعبت فيه انا بوظت الطفايه عشان الناس كلها تبقى عارفه. البلف زي بلف العربيه، زي البلف السخان، زي ده البلف بتاعها. انا لو دوست عليه كده بطلع الهواء اللي جوه الطفايه، ادام طلعت الهواء اللي جوه الطفايه بتبوظ. ضبط الاستعمال. بس طبعا انا ما بوظتش الطفايه عشان انا عارف. بص العداد بتاعي لسه زي ما هو على الاخضر، طول ما العداد على الاخضر الطفايه شغاله. اليمين شمال مش شغال. لا هو في يمين وفي شمال وفي حاجات بتشتغل، دي بتاعتنا احنا الفنيين، بس انت اللي يهمك الاخضر. طول ما المؤشر على الاخضر الطفايه شغاله. دي ما فيهاش عداد عشان دي CO2.
دي غاز تاني غير ده، دي بودره دي كيماويه. دي للكهرباء دي بس. غاز دي للكهرباء. دي ما بنحتاجلهاش، دي بالوزن. بالوزن للكهرباء بس. دي بنعرفها بالوزن، ولازم زي ما قلت لك شغل لازم تصحى واحده على الارض، ومش ديت ما باخدهاش واشتغل بيها في اي حاجه بس. ديت الخشب وكل حاجه. لكل الاغراض، لكل الحبايب، لجميع